كعك العباس، كعك العيد، مرقد، كعك الخميس، الاسم اللي بدكن اياه انتو فيكن تسموه. طبعا بتختلف حسب المنطقة. لهيك منطقتنا بحاجة لكيلو طحين حتى تعمل هيدا الكعك، وكمان بدنا 2.5 كوب من السكر العادي. وأكيد أكيد أكيد كل بيت عنده طريقة معينة إنه يعملها، فهي طريقتي حبيت شارككن إياها. ملعقة كبيرة من الشومر الناعم، وملعقة كمان كبيرة من اليانسون الناعم. أما إذا كان عندكم دقة الكعك بتحطوا منها ملعقتين بس، ما تكتروا أكتر من هيك، بتعطي بعدين حدية كتير بالوصفة. بعدين بنحط فنجان صغير من زيت الزيتون، وبدنا ملعقة وسط من المحلب الناعم. المحلب كتير طيب بالعجين، كتير كتير كتير، ما تستغنوا عنه. وبدنا كمان ملعقة كبيرة من السمسم المحمص، وملعقة كمان كبيرة من حبة البركة. وإذا كان عندكم ينسون حب حطوا ملعقة كمان كبيرة منه. هون بنحط ملعقة صغيرة بيكنج باودر، وربع ملعقة كمان من الكربونات الصوديوم بيكربونات، ونص ملعقة صغيرة من الخميرة. والسوائل بدنا 2 كوب حليب سائل دافئ، مش ساخن كتير، دافئ. وبدنا كمان زبدة بحرارة الغرفة. بدنا 2 كوب سمنة أو ما يعادل 300 جرام. هلأ أنا استعملت الزبدة اللي بتنباع فلت بالسوبر ماركت، يعني ما استعملت شي معين. وهلأ طريقة العجن بس هيك من لما ما منعجنها كتير كتير، بعدين بتشد معنا وبتعلق. نحن ما بدنا نوصل لهون. هيك بعد شوي لمت معنا، بعدها عم تدبق من نتفة، ما تخافوا. ومنتركها ترتاح أقل شي 3 ساعات، ما تستعجلوا عليها. هلأ منبلش نكورن ونقرصن حتى شوفوا ما أحلاها العجينة كيف مرتاحة وما عم تلزق وما عم بتشد. هيدا المطلوب. بهيدا الوقت انتو بتكونوا عم تحموا الفرن، ومنبلش تقريص أيا كان، قالب بلاستيك، إنه عظم، بلاستيك، خشب، لازم شوي تدهنوا بالزيت حتى ما تلزق معنا العجينة. هلأ إذا كنتوا خايفين ترفخ معكم كتير بالفرن أو تنتزع الرسمة، بالقفا شكوا شوي بالشوكة مثل ما بنعمل بالبيتزا، بس هيك بالنص حتى ما ترفخ معنا وتنتزع الرسمة. منكرر العملية هيك لحتى نخلص كل العجينة. أنا حبيت استعمل هيدا القالب، هيك حسيته فخم بالكعكة. وانتو خبروني تحت بالكومنت بس تحضروا الفيديو انتو كيف طريقتكم بالكعك. نحن هي طريقتنا. وهيك بنكون خلصنا تقريصهم كلياتهم، أمنت عليهم. تقريبا كيلو طحين عمل لي 4 صواني كبار. يعني ما تخافوا، ما ضروري نعمل 5 كيلو 3 كيلو 10 كيلو، نو فينا نعمل كيلو واحد ونتحلى. وكمان فيكم تعملوا نص كيلو بس مش حرزانة الخبرية يعني. وهيك بنحطهم على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180 تقريبا 7 دقايق، بيحمر من تحت ومن فوق، ما لازم أبدا يحترقوا. ومنخلص أطيب كعكة وأشهى كعكة، وشوفوا شكلها شو حلو، والرسمة ما اختربت، وطعمتها رائعة. أنا بنصحكم تجربوها على طريقتي، وإذا حبيتوها خبروني تحت بالكومنت، وإذا ما حبيتوها كمان خبروني تحت بالكومنت، أنا ما بزعل. وإذا حبيتوا الفيديو بدي كتير لايك وكومنت حلو مثلكم، لنعمل وصفات بعد أحلى وأحلى. هيدا أول وصفة بالسنة 2023، لهيك بقلكم كل عام وأنتم بألف خير. بشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله.